هذا وبلغت نسبة ملء السدود في عدد من المناطق المغربية إلى حدود اليوم الخميس حوالي 64.1%، بما يزيد عن 10,753 مليون متر مكعب من المياه المخزنة. وسجلت الحقينة الإجمالية للسدود ارتفاعا بنسبة 130% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2025، إثر التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة أقاليم بالمملكة خلال الأيام الماضية. وسجل سد الوحدة بإقليم تاونانت أعلى الواردات المائية، إذ بلغت ما يزيد عن 152 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 89.2%. وبلغت نسبة ملء سدود حوض اللوكس 87%، كما وصلت سدود عدة في الحوض لنسب امتلاء تتجاوز 100%، وفي مقدمتها سد وادي المخازن. كما تجاوزت نسبة امتلاء سدود